مساء الخير وتعادل الاهلي مع بيراميدز، والاهلي ياخد نقطه بشق الانفس. انا الحمد لله رب العالمين كنت عارف اللي هيحصل، وقلت لكم النهارده الصبح في فيديو قبل الماتش ان هيبقى في فجر تحكيمي من محمود البنا، بس انا هتكلم بما يرضي الله. محمود البنا النهارده حكم الماتش 10/10. الله، هتقول لي امال فين الفجر التحكيمي يا عم؟ ما انا هقول لك اهو يا معلم. بص يا معلم، ضربه جزاء الاهلي سليمه 100%، وقبل ما يروح للفار ونقول ضربه جزاء، ضربه الجزاء بتاعت بيراميدز سليمه مليون في الميه، كل الاهداف سليمه 100%، ولا في جون شك اوفسايد او مشكوك فيها ان هي فاول ولا اي حاجه، كله سليم و10/10. طب ما تنجز يا عم، فين الفجر التحكيمي؟ اجيب لك بقى الزتونه اللي فيها الفجر التحكيمي. الفجر التحكيمي النهارده يكمن في لقطه الطرد. هتقول لي ايه، هي مش طرد؟ لا يا معلم طرد، وبص انا ببصم بالعشر ان هي طرد، بس اللعبه دي انا بشوفها كل ماتش للاهلي مرتين ثلاثه من اكرم توفيق ومن مروان عطيه، وعادي جدا ما حدش بيفتح بقه، وما بشوفش حكم حتى يديله انذار او حتى يروح للفار او لعيب من الاهلي يطرد. فاذا هنا في فجر تحكيمي او استسهال او جمعه لعيبه بيراميدز عشان هم مستهفئينهم. الاهلي مغلوب 1-0 فنريحه نطرد له لعيب، بس هي طرد؟ طرد، بس انا نفسي اشوفها مع لعيبه الاهلي. اتفرجوا على اكرم توفيق ومروان عطيه وامام عاشور نفسه بيعملها كل ماتش عادي جدا وبتعدي وبتفوت وزي الفل. ندخل بقى على اللقطه التحكيميه الثانيه اللي فيها فجر تحكيمي علني. ضربه الجزاء اللي اتحسبت للاهلي ضربه جزاء، ضربه جزاء، بس شفت لما لعيبه بيراميدز اعترضت حصل ايه؟ الحكم بالصلاه على النبي تك 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 4 انذارات في ثانيه. تقولش نجيب ساويرس بيفرق كروت على اللعيبه؟ هنا بقى ارجع بالذاكره لماتش الاهلي وانبي اللي كان لسه قريب، نادي الاهلي اتحسب عليه ضربه جزاء في اخر دقيقه. اتفرجت على كميه الاعتراضات من لعيبه الاهلي ويقولوا لا دي مش في ايدي، والله العظيم ما في ايدي، وي 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 وي، وكانوا هيضربوا الحكم. الحكم طلع انذار واحد؟ لا، الراجل حجمهم قال لهم ما حدش يفتح بقه، انا هنا سيد الملعب. فتيجي تبص تلاقي ايه؟ في فجر تحكيمي. هو نفذ القانون بس عمل ايه؟ حجم اللعيبه. فانا اتمنى من الله ان كل الحكام يدوا كل فريق حقه، ان شاء الله يا رب الاهلي ياخد الدوري 60 سنه والزمالك ينزل درجه ثانيه. انا كل قصتي في الموضوع دوت انا عايز عداله، غير كده شكرا. وبكره طبعا يا زمالك احنا عارفين مواقفك البايخه السخيفه، المفروض بكره تكسب وتبقى ثاني الدوري، بس ده هيحصل؟ الله اعلم. عموما انا حبيت كده اديكم نبذه على اللي بيحصل او اللي حصل، والحمد لله انا كنت عارف بيه، بس لازم نستنى بكره الزمالك وما نفتحش بقنا، فما تفرطش في الفرحه قوي، واستنى بكره الموكوس بتاعنا اما يفوز. بعد ما يفوز نبدا عليهم الحفله. وسلامي لامام عاشور، وبقول له الحمد لله رب العالمين، انت النهارده ما قدرتش تنفخ البالونه، فاهم يا بالونه؟ لعيب عقيم والله العظيم، انا لو اهلاوي هضربه بالنار. دي ضربه جزاء تتلعب في الدقيقه دي في الوقت ده في ماتش زي ده؟ يا اخي انت ما عندكش مسؤوليه، يا اخي انت لعيب بلا مسؤوليه، والله العظيم بلا مسؤوليه. والعيب مش عليك، العيب على الاداره الفنيه اللي خلتك تشوط ضربه جزاء في الوقت ده. هي بتسلمك لجمهور الاهلي وبتسلمك لجمهور الزمالك. النهارده طبعا انا لسه ما دخلتش على الفيس وما اعرفش اي حاجه، بس فاهم طبعا ان جمهور الزمالك عمل عليك انت حفله. هو مش مبسوط بالتعادل اكتر من ان هو مبسوط ان انت ضيعت ضربه الجزاء. يا بالونه اشترك بقى في القناه، فعل الجرس، تابعني، والسلام عليكم.